اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا عرفتوا هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل ترند اليومين دول وهو طاقية السلطان، بس هنعمله بطريقة سهلة مختلفة خالص. هنعمله حادق بطريقة بجد خطيرة، عجينة ممتازة هتنفع كمان معانا في معجنات تانية كتير وهقولك عليها. الحشو بتاعنا هيكون اكتر من العجينة، مختلف عن الترند بيبقى العجينة بتاعته اكتر من الحشو، كمان بطريقة سهلة جدا وبسيطة وطبقة واحدة من العجينة. يلا بينا نبدأ الفيديو ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض الفيديو ونقول بسم الله. أنا رشا، لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندي هنا حوالي كيلو الا ربع من الدقيق، حطيت عليهم كيس خميرة، معلقة سكر كبيرة، وكمان حوالي 4 معالق من الزيت من غير زبدة ولا أي حاجة. وحطيت معلقة سوري كوباية زبادي، سواء بلدي أو زبادي عندك من السوبر ماركت مفيش أي مشكلة. وهحط بيضة، ممكن نستغنى عن علبة الزبادي خالص مفيش مشكلة، بس هنزود شوية مية عن المعتاد في العجينة بتاعتنا عشان تبقى قطرة، لأن الزبادي بيطري العجينة بتاعتنا، فاحنا هنزود مية بدل علبة الزبادي. هلم العجينة كلها بالمكونات بتاعتي، وطبعا ما نسيتش سوري رشة الملح. وعندي هنا كوباية مية كبيرة، الكوباية دي حوالي 300 جرام، هحط هنا نصها. وبعد كده هلم العجينة بتاعتي كويس وهحط بقيتها شوية بشوية حسب العجينة بتاعتي. زي ما احنا عارفين الدقيق بيبقى مختلف عن اي، يعني كل دقيق بيبقى مختلف. ممكن تجيبي الدقيق مرة يشرب مية اكتر، وممكن تجيبي الدقيق ما يشربش مية كتير. وطبعا كالمعتاد زي كل مرة لما بنعجن عجينة بنزلها على الرخامة، بحط شوية دقيق كده وافضل اعجنها لغاية لما العجينة بتاعتي تبقى ملساء. شايفة هي بتلزق في الرخامة دلوقتي، بس هفضل اعجن فيها كده من غير ما ازود لها دقيق خالص. هما شوية رشة الدقيق اللي حطيناها على الرخامة وبس. بس انتي بتفضلي تعجني فيها الاول، بتبقى ملزقة في ايدك وملزقة في الرخامة، وبعد كده بتسيب الرخامة وبتسيب ايدك لما تعجني فيها كتير. طبعا لو عندك عجان هتحطي المكونات دي كلها في العجان، وهي برضو بتبقى بتلزق في الاول وبعد كده بتلم وبتبقى ملساء بالطريقة دي. زي ما انت شايفة كده، انا عايزة العجينة كده تبقى ايه، منها بتلزق ومنها طرية، يعني تمسكيها تحسي ان هي ايه بتمط كده، فيها مطة، فيها تلزيقة كده في ايدك لكن ما بتلزقش قوي. هنسيبها تخمر بقى ونغطيها كويس. ممكن عايزينها تخمر بسرعة عشان احنا الجو بقى ساقعة، فبندفي الفرن دقيقة بس ونحطها في الفرن بتخمر بسرعة جدا. عندي ربع كيلو من صدور الفراخ، ودي الحشوة بتاعتنا، وتقدري تغيري الحشوة مفيش اي مشكلة. يعني ممكن تحشيها سوسيس، ممكن تحشيها لحمة مفرومة، ممكن تحشيها جبن، الحشوة ديت بتاعتك مفيش اي مشكلة. تمام. حطيت هنا معلقتين زيت في الحلة، وبعد كده نزلت بالصدور الفراخ وانا مقطعاها صغير خالص، ده ربع كيلو. تمام. وحطيت البهارات بتاعتي اللي هي شوية كاري وملح وفلفل اسود، ممكن بهارات فراخ، اي بهارات انت هتحبيها، شوية زعتر. البهارات اللي هي تليق مع حشوة الفراخ ممكن تحطيها مفيش اي مشكلة، تشيلي نوع تحطي نوع برضو مفيش مشكلة. حطيت معلقة مستردة وده اختياري بس بيدي طعم حلو جدا للحشوة. بصلتين كبار كده قطعتهم عشان يزودوا الحشوة بتاعتنا، وفلفل بقى لو عندك فلفل اخضر او فلفل الوان ممكن تحطي برضو مفيش مشكلة. يعني ما تقفيش على حاجة، عندك فلفل اخضر بس حطي، عندك فلفل الوان جميع الالوان ممكن تحطيها من غير طماطم. تمام. احنا مش عايزين في الحشوة دي طماطم. وهنقلب كده لغاية لما البصلة بتاعتنا تستوي، وفي الاخر خالص هنحط الفلفل بتاعنا وهنديله تقليبة كده ونطفي النار لما الفراخ بتاعتنا تستوي، طبعا نكون مملحينها كويس. وبكده الحشوة بتاعتنا تكون خلصت. هسيبها تبرد بقى ونروح للعجينة بتاعتنا. شايفة العجينة بتاعتنا خمرت، وبجد العجينة ممتازة، تنفع زي ما قلتلك في معجنات كتير زي بيتزا، ميني بيتزا، ممكن نحشيها سندوتشات كده، ممكن نحشيها جبن. يعني انتي لو مش عايزة تعملي طاقية السلطان ديت تقدري تعملي الحشوة بأي طريقة او اي بشكل عجينة مختلفة مفيش اي مشكلة. احنا العجينة ديت او الشكل ده هو عبارة عن شكل، لكن الحشوة مش هنختلف عليها والعجينة مش هنختلف عليها. يعني ممكن نعملها سندوتشات صغيرة بنفس العجينة ونفس الحشوة،
ممكن نعملها بيتزا ونحط على وشها جبن وتبقى بيتزا مفيش مشكلة. تمام. وهنا فردت العجينة كلها زي ما انت شايفة بالطريقة ديت، فردتها كلها مرة واحدة، وهحاول اربعها على قد ما اقدر. ما قدرتش اربعها وانا بفردها، هحاول بقى ايه اظبط كده العجينة تكون مربع كده كبير او مستطيل كبير بالطريقة دي. تمام. وهشيل الزيادات، والزيادات ديت زي ما قلتلك ممكن نحشيها اي حاجة تانية او نعملها بيتزا، نعملها اي حاجة تانية. هظبط بقى العجينة على قد ما اقدر. طبعا احنا طاقية السلطان بتبقى طبقتين فوق بعض، طبقة بني وطبقة بيضة، فاحنا المرة دي مش هنعملها الطبقتين دول، هنعملها طبقة واحدة. زي ما انت شايفة كده انا كنت بحاول اقيس العجينة بالشكل كده، يعني مش لازم قوي يعني. وهبدأ كده من النص كده خط رفيع، مش هقسمها طبعا، بس اللي هو خط رفيع بحيث ان انا ايه النص ده هيبقى شرايط والنص التاني هيبقى الحشو. زي ما انت شايفه كده بقطع اي شرايط اي بالطول كده عشان في الاخر نديلها الشكل بتاعنا. حطيت هنا بيتزا سوري صلصة البيتزا، وده اختياري، ممكن ما تحطهاش عادي، ممكن تحطي جبن بس. وحطيت رشة جبنة رومي او موتزاريلا اللي عندك تستخدميه، مفيش اي مشكلة. والحشوة بتاعتنا حطيتها بالطريقة ديت بعد ما بردت. شايفة شكلها بجد خطير جدا وطعمها بجد تحفة، لازم تجربيها. طبعا عشان احنا هنحشي العجينة بتاعتنا طبقة واحدة، فالعجينة بتاعتنا مش هتبقى كتير، لا الحشوة بتاعتنا هي اللي هتبقى كتير، وهي اللي هتبقى الطعم اكتر من العجينة. الشكل اللي هو الترند بنلف 2 على بعض، ولان بتبقى واحدة بني وواحدة بيضة، فاحنا عايزين يبقى الشكل مختلف، فهناخد كل 3 شرايط قطعناهم من دول وهنعملهم ضفيرة، كأنك بتضفري شعر بنتك كده او شعرك، هنعملهم ضفيرة كل 3 مع بعض نعملهم ضفيرة. وهبدأ ألف الجزء اللي هو سليم على الحشوة، ألفه خالص كده وأقفله كويس بالطريقة دي. بجد طريقة سهلة جدا وبسيطة ولازم تجربيها، طعمها خطير ومختلفة، وخصوصا لو عندك ضيوف او عندك عزومة او حتى لولادك، تغيير بقى عن المعجنات اللي احنا بنعملها اللي هي البيتزا او الحاجات اللي هي السهلة اللي احنا بنعملها ديت. لا شكل مختلف، وكمان الطعم هيبقى خطير بجد، وهتكفي العيلة كلها. يعني هنغدي العيلة كلها بربع كيلو فراخ بس. زي ما انت شايفة كده بقفلها كويس كده، ولما عملناها ضفيرة اديتنا الشكل ده. طبعا احنا عايزين نخليها شكل طاقية السلطان، فهنجيب صاج، ما عندناش الصينية اللي هي المدورة، او الصينية المدورة عندنا صغيرة، فما تقفيش على حاجة. انا بحب اعملها في الصاج بالطريقة ديت، واقفلها كده واحاول اظبطها على قد ما اقدر. يعني لو لقيت شايفة بوقف كده العجينة لفيها كويس كده وظبطيها اعدليها كويس، عشان طبعا الجزء اللي جوه دوت يبقى متساوي، وكمان الحرارة تتوزع عليه من جوه ويستوي من جوه زي بره. هحط طبق فخار او اي حاجة عندك تقدري تحطيها من النص كده عشان العجينة ما تفرش منك، وكمان تدينا شكل الصينية اللي هي بتبقى مدورة في النص. عندي صفار بيضة، وعندي هنا شوية قهوة او نسكافيه بلاك دوبتهم بشوية مية، وبعد كده حطيتهم على البيضة عشان العجينة تدينا لون حلو وشكل حلو. هندهنها من بره بالطريقة دي. ممكن تدهنيها بصفار البيض بس بشوية لبن، مفيش مشكلة لو ما عندكيش نسكافيه. وعشان نديها شكل احلى هنحط حبة البركة او سمسم وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية في الرف الوسطاني، يعني ما ننزلهاش قوي في الرف الوسطاني، ما تكونش يعني ايه عالية او واطية قوي، بالطريقة دي لغاية لما تستوي من تحت. ولو ما احمرتش ممكن بنولع عليها الشواية وبس كده. عملنا طاقية السلطان بطريقة سهلة جدا ومختلفة، كمان طعمها بجد خطير، جربيها هتعجبك جدا وهتعجب ولادك. يعني في ناس مش بتحب الشوكولاتة او مش بتحب الحاجات اللي هي بتبقى فيها عجين كتير، فجربي ديت بجد خطيرة جدا، هتعجبك وهتعجب كل اللي هياكلها. اتمنى الفيديو يعجبك، واتمنى اكون عملت لكم ترند بطريقة مختلفة وسهلة وبسيطة، وكمان طعمها خطير. لازم تجربوها عشان متأكدة بجد هتحبوها. ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو مش مشتركة، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا رشا، لو اول مرة تشوفيني شرفتيني ونورتيني.
وأسعدتيني بمشاهدتك للفيديو. شكرا ليكم، سلام عليكم.